اهلا بيكم في السيزون الثاني من ذا كرييتيف كاست. فكره انك تقدر تحقق جروس عن طريق التيك توك وتوصل لارقام كبيره جدا عليه رغم ان هو بلاتفورم جديد شويه، ده ما بيكونش سهل. والنهارده معانا بهاء حنيش، هنتكلم شويتين ثلاثه عن الستوري تيلينج، ازاي تقدر تحقق جروث على البلاتفورمز عن طريق الستوري تيلينج، وكمان ايه اللي انت لازم تعمله عشان تقدر تنكريس الفولورز بتوعك سواء على البيزنس وايز او البيرسونال وايز. انت بتتفرج دلوقتي على البودكاست اللي قلبك بيحبه. انا احمد متولي ويلا بينا نبدا. ازيك يا باشا؟ ازيك يا ايه متولي؟ الاخبار؟ عامل ايه؟ انا مبسوط ان انا معاك النهارده في اول حلقه في السيزون الثاني، وان شاء الله يعني تكون حلقه كويسه جدا ونقدر نفيد الناس. انا من البيج فانز بتوعك قبل حبيبي ما نكون صحاب او اي حاجه. حبيبي يا انا متولي. فان للجيرني اللي انت قدرت تعملها كلها. مم. 120 فيو، 120 مليون فيو، سوري الارقام دي بتفرق. مليون، داخلين على المليون فولور في داخلين على الوقت المليون الحالي. فولورز ده انت قدرت تعمله تقريبا في 11 شهر. في 11 شهر. ايه انا كمتولي، ايه اللي انا المفروض اعمله عشان اروح التيك توك وابدا ان انا اوصل للارقام اللي انت قدرت توصل لها في الفتره دي؟ اوكي، بص بدايه التيك توك بالنسبه لي هو اقوى الجوريزم موجود بين البلاتفورمز كلها. مفيش اي منصه من المنصات، اذا كان فيسبوك، يوتيوب او اي منصه تانية، تقدر توصل الفيديو بتاعك ل 2 مليون و3 مليون مشاهده في 5 ساعات. حلو. ده بيدل ان الالجوريزم بتاع تيك توك قوي جدا جدا جدا. تمام. الفكره كمان في تيك توك ان انت ممكن تكبر عليه جدا وانت ما عندكش اي فولورز، لان تيك توك بيركز اكتر على الكواليتي كونتنت. هديك مثال، انت لما تيجي تبدا او تفتح التيك توك هتلاقي ان التيك توك بيفتح على الفريو بيج مش على الفولوينج. غير فيسبوك وانستجرام لو فتحت بتلاقي بتفتح على الناس اللي انت عامل لها فولو اساسا. تمام. فانت لو نزلت كواليتي عالي جدا وحتى ما عندكش اي فولورز، هتلاقي الفيديو بتاعك بينتشر بشكل سريع جدا، لان الناس بتشوف على الفريو بيج. كواليتي من ناحيه المحتوى نفسه، النوليدج المتقدمه، ولا من ناحيه التصوير، اضاءه، الكلام ده كله؟ من ناحيه النوليدج. التصوير والاضاءه ده مهم جدا ولازم تهتم بيه، بس بتكلم كمحتوى الناس تتفرج عليه. ومش لازم يكون ان هو يعني في فيديوز كتيره بتنتشر ومش لازم ان هي تكون بتقدم فاليو. يعني في فيديوز كتيره بتوصل بس عشان الناس حابه ان هي تتفرج عليها، فيديو دانسز او وات ايفر. بس تيك توك شاف ان الفيديو ده كويس جدا فبيبدا يرشحه للناس كويس تانية. جدا. من يعني لما بنيجي نبص شويه على الكواليتي كونتنت ككونتنت، في اوقات انت بتشوف كتير جدا كونتنت ما ينفعش يتقال عليه كونتنت موجود على التيك توك بدايركشنز معينه. اوكي. مع ذلك الكونتنت ده بيطلع فايرال. اوكي. فالتيك توك اصلا يعني نتعامل معاه ازاي عشان نقدر ناخد الستبس دي؟ هقول لك ازاي. خلينا نقسم الالجوريزم بتاع تيك توك لثلاث حاجات. اوكي، عندنا صانع محتوى، عندنا البلاتفورم اللي هو تيك توك، وعندنا مشاهد اللي هم الناس اللي بتتفرج عليه. اوكي. تيك توك يهمه ايه؟ ان الناس اللي موجوده عليه، الناس اللي بتتفرج على المحتوى، ان هي تفضل على المنصه اطول فتره ممكنه. حلو. اوكي. فبيبدا ايه؟ بيبدا يرشح للناس ديت فيديوز هم مهتمين بيهم. اوكي. الناس فاهمه العكس، الناس فاهمه ان انت لما تنزل فيديو تيك توك بيجيب لك ناس للفيديو بتاعك تتفرج على الفيديو. اوكي. هو العكس، لا، تيك توك بيجيب للناس اللي موجوده عليه فيديوز يتفرجوا عليهم. اوكي. فالالجوريزم بيشتغل ازاي؟ انت اول ما بتنزل الفيديو تيك توك بيرشح الفيديو بتاعك لشريحه صغيره، عاده تقريبا بتبقى من 100 ل 1000 شخص. تمام. وفي وقت سريع جدا بيبدا يعمل تحليلات كتيره للفيديو ده، الناس مهتميه بيه او ولا لا. التحليلات دي بتبقى عن طريق كذا حاجه، اهمهم الواتش تايم. الناس بتفكر ان اهم ماتريك للفيديو هو الانجيجمنت، ان في لايك كومنت اكسبلور. ده مش حقيقي. الواتش تايم اهم بكتير من اي حاجه تانية. كل ما هو قاعد يتفرج اكتر، كل ما اتفرجت، كل ما كملت الفيديو للاخر، كل ما الفيديو بتاعك يتشاف اكتر. عشان كده في اوقات ناس بتعمل فيديوز مثلا 7 ثواني و6 ثواني ومش عارف ايه. بالظبط. وبالعكس انت كمان لو نزلت فيديو طويل دقيقه ونص ودقيقتين وناس كتيره كملته للاخر، لا، تيك توك هيعرف ان الفيديو ده جامد جدا وهينشره للناس اكتر. فخلينا، انت نزلت فيديو تيك توك وراه ل 100 شخص، بيبدا ياخد برسنتج من الناس دي كام واحد كملوا الفيديو للاخر، وعلى اساسه يبدا
يرشحوا لعدد اكبر، ورشحوا الاول 100 شخص، بعد كده بيرشحوا ل 1000 شخص، بعد كده ل 10000، والموضوع بيزيد على حسب الانترست بتاعتهم اساسا. بالظبط الانترست بتاعتهم. عايز اقول لك ان لكل شخص موجود على التيك توك او اي منصه تانية ليه افاتار شغال حتى هو بينام. يعني أوكي. ايه؟ يعني انت راجل مثلا انت مهتم بصناعه المحتوى، الفيديوز بتاعتك اللي انت بتتفرج عليها كلها عن صناعه المحتوى. حتى وانت نايم وقافل التيك توك ليك افاتار، تيك توك بيعرض له فيديوز، يشوف الفيديوز الافاتار بتاعك ده مهتم بيها ولا لا. ده حقيقي على حسب الانترست اللي هو بيجمعها عني. فهو بيعرض له الفيديوز يعني ما ينفعش ويشوف نشتم صح؟ لا فهو بيعرض له الفيديوز ويبدا يشوف هل الافاتار بتاعك ده هيبقى مهتم ان هم يكملوا للاخر ولا لا. ولما يشوف ان هم مكملوا للاخر، لما انت تفتح تاني يظهر لك الفيديوز ده. وده كان كذا حد شرح الموضوع في ده. جمله عايز اقولها. ايوه في حاجه انا عايز اقولها والله. فبس فانت المفروض كصانع محتوى عايز تبدا على تيك توك، تدور ان انت تعمل فيديوز الناس تتفرج عليها. حلو. يعني انت تهتم بان الناس تتفرج على المحتوى بتاعك، تعمل فيديوز مش انت حاببها، لا تعمل فيديوز الناس هتحبها. في اوقات بشوف اوقات ان نفس الفيديوز اللي بتنزل على تيك توك وبتنزل على انستجرام بتطلع فايرال على تيك توك، ما بتطلعش فايرال على الانستجرام. اللي انا عارفه ان طريقه الاتنين قريبه من بعض شويه، فيهم اختلافات بسيطه، لكن ليه ده بيحصل؟ يعني حتى رغم ان الكونتنت سب بيبقى متوافق 90% مع اغلب الالجوريزم. بص، هو الفرق بين الالجوريزم بين تيك توك وانستجرام ان تيك توك لما بتنزل الفيديو اول ما بينزل بينتشر جامد، بيجيب فيوز كتيره، وبعد كده يبدا يهدى لحد ما يقف خالص. اوكي. عاده دوره الفيديو عندي بشوفها اسبوع على التيك توك. يعني أوكي. بعد اسبوع حتى لو الفيديو جايب مليون فيوز، بعد اسبوع بيقف خالص، ما بيجيبش اي فيوز. انما انستجرام ممكن يبدا في الاول بطيء، وممكن بعد شهر الدنيا تضرب والفيديو يعدي. فده الفرق. بس حتى انت لو نزلت نفس الفيديو على المنصتين وما اشتغلش، لا اهدى عليه وهتلاقي بعد شهر لا الفيديو طب اشتغل. هل الفكره ان احنا نعمل فيديوز لكل منصه؟ اصل الهاسل بتاع الفيديوز اوقات بيبقى رخم. او مش اوقات، هو على طول. لا انا شايف ان فيديو واحد ينزل على كل المنصات. اوكي. وانساه هيشتغل. وده حصل معايا كتير في فيسبوك انا قعدت تقريبا شهر بنزل فيديوز ما جاليش اي حاجه، مره واحده الدنيا ضربت، فيديو شغل كله معاه. انستجرام نفس الموضوع، الدنيا كانت هاديه لحد ما فيديو وينت فايرال فخد كل الباقي معاه. اليوتيوب نفس القصه، 3 شهور عمال انزل فيديوز مفيش اي حاجه، مره واحده 100,000 سبسكرايبر في مفيش. فالموضوع ده كويس ودي غلطه انا عملتها كبدايه. اي حد بيسالني دلوقتي لما بقول له لما تيجي ابدا في كل مره واحده، ما تبداش. انا بالنسبه لي بدات تيك توك، وبعد فتره بدات انستجرام، بعد كده فيسبوك، بعد كده يوتيوب. ده في الفيديو كونتنت. في الفيديو طالما كونتنت. اي حاجه ليها فيديو نزل لها الفيديو. نزل لها مفيش مشاكل. لان الموضوع هيفرق معاك كمان، في هيشجعك. يعني انت هتلاقي فيديو ضرب على منصه وما اشتغلش على منصه تانية، فقشطه بتبقى راضي ان في ان هو اشتغل على منصه من المنصات، فده هيشجعك ان انت تستمر. طب ايه تاني عملته غلط في الاول؟ بص، انا عملت حاجات كتيره غلط بصراحه، بس انا مبسوط ان انا عملتها غلط. حلو. وكان اهم حاجه فيها الستوري تيلينج، ان انا ما بداتش ستوري تيلينج في البدايه. انا عندي سيستم ان انا اي فيديو بنزله بديله رقم. اوكي. حلو. فانا يعني ايه تديله رقم؟ يعني انا عندي سيستم بدي لكل فيديو على الايديت يعني او على السيستم اللي انا شغال عليه بديله الاسم بتاعه ورقم. انا بحسبك بتقول ان انت متوقع ان هو يوصل لقد ايه. لا، هو انا دلوقتي بقيت عارف برضه. يعني انا دلوقتي وانا بنزل اي فيديو عارف ان ده هيعدي المليون، ده مش هيعدي، بقيت عارف. ده هيطلع فايرال ولا لا؟ انا ببقى عارف من قبل ما انزل. وفي حاجات عارف ان هي مش هتروح فايرال، بس اوقات ببقى لازم انزل، واوقات ببقى اوكي ده في فاليو حتى لو ما عداش مش مشكله هنزله. لا، انا بقيت عارف انه فيديو هيطلع فايرال. يعني انا قبل ما انزل اي فيديو بقيت عارف ان الفيديو ده هيعدي مليون فيوز ولا لا، وعارف الفيديو ده مش هيعدي ولا لا، ومش هيعدي ليه، وعارف يعني. طب ليه رغم ان انت عارف ان الفيديو ده مش هيعدي هتعمله؟ ان في اوقات بضطر ان انا انزل فيديوز عشان ما اقطعش كتير عن الناس. وفي اوقات تانية ببقى شايف ان الفيديو ده فيه فاليو عاليه، فلازم انزله حتى لو مش هجيب فيوز. اوكي جامد. طيب انت كل الفيديوز بتاعتك
عباره عن ستوري، حاجه انت طبقتها عملتها في يومك بالظبط او حاجه عملتها في حياتك غيرت من اللايف ستايل بتاعك. بالظبط. ليه الستوري تيلينج بالتحديد؟ احنا عارفين انه ليه باور كبير قوي، بس ليه الستوري تيلينج ان انت بدات فيه او تقريبا انت في الاول ما كنتش بادئ فيه، ثم بعد كده بدات ان انت تأدد الكونتنت بتاعك، ثم بعد كده مسحت حاجات اساسا تقريبا انت مسحت الفيديوهات بتاعتك كلها ممكن نتكلم في الحته دي. وبعد كده رحت راجع تاني بستوري تيلينج. بالظبط. اوكي بص انا زي ما كنت بحكي لك ان انا برقم كل فيديو عندي، فانا لحد الفيديو رقم 60 مفيش ولا فيديو ضرب عندي، كان حلو. كل الفيوز 1000 2000 تمام. اتفرجت على فيديو على تيك توك بيتكلم ان الناس عايزه الحاجه الاكستريم جدا، وان الناس بتحب القصص. فانا كنت اياميها عامل سيستم لنفسي جامد، قاطع سكر، بنام نوم عميق، بجرب نوم عميق، بصحى كل يوم 5 الصبح، كنت بص ظابط حياتي جامد. فقلت طب اوكي انا اصلا بعمل كده، اوكي ليه ما احاولش انزل فيديو اشوف الدنيا عامله ازاي. حلو. اول فيديو نزلته وطلع فايرال اللي هو ازاي انا بطلت سكر. اوكي. وعملت كده لسبب تاني كمان، ان انا بتكسف من الكاميرا جامد، ودي حاجه غريبه. اما اجي اتكلم قدام كاميرا كده بتلجلج جامد، حتى لو انا لسه قايل الكلام ده وكاتب السكريبت بتلجلج جامد لحد دلوقتي تمام. فالموضوع ده ظبطني جدا، لان خلاص ما عادش ان انا بتكلم قدام الكاميرا، انا بس كاتب السكريبت، بمثل مشاهد بمثل مشاهد، بصور الشوتس، وبعد كده بقوم مسجل كاتب السكريبت، فبقرا الفويس اوفر وخلاص. فما عادش بقى فيه الخوف من الكاميرا، خلاص بقى الموضوع سهل تمام. فانا اول فيديو نزلته اللي هو ان انا بطلت سكر لمده 6 شهور. فكره الفيديو ذات نفسها اكستريم جدا، ان انا اولا مبطل سكر دي اكستريم جدا، والمده ان هي ل6 شهور تمام. لما نزلت الفيديو في اول يوم جاب 4 مليون مشاهده في اول يوم. ده بالنسبه لي ده حاجه عمرها ما حصلت. بقول لك انا مشاهداتي كانت 1000 و2000، مره واحده بقت 4 مليون مشاهده. قلت اوكي طيب عشان اتاكد هعمل فيديو كنت عامله قديم منزله وانا بتكلم قدام الكاميرا كانه بوينتس، هنزله كستوري تيلينج. كان فيديو بتكلم فيه عن النوم العميق تمام. بحكي بقول انا هقول لكم في الفيديو ده ازاي تناموا نوم عميق. اول حاجه ما تشربوش قهوه بعد الساعه 2، تطفوا الانوار. كان الفيديو كده. فانا حولته ان هو الموضوع قصه، وان انا هحكي تجربتي انا. فانت لما احكي لك تجربتي يا اما هتشوف نفسك لو انت جربت الموضوع قبل كده، فهتشوف نفسك في القصه اللي انا بحكيها، يا اما هتبقى عايز تشوف نفسك لما تجرب بعد كده. الفيديو الاولاني جاب 3000 مشاهده وكان 4 اجزاء. الفيديو ده جاب 13 مليون مشاهده، وهو نفس المحتوى نفس كل حاجه. الفكره اللي انا استخدمت الستوري غيرت تيلينج، الدايركشن بتاع الكتاب بالظبط. خليت ستوري تيلينج، بدل ما انا قاعد بقول هقول لكم النهارده ازاي تناموا نوم عميق، لا بقول انا جربت النوم العميق وده اللي حصل. اول يوم حصل كذا، تاني يوم حصل كذا. انت دايما اصلا في الهوك بتاعك انا عملت 1 2 3 وده اللي حصل. تعالى بالزبط. بقى شوف الليله كلها. هو انا بص بالظبط هو انا خلينا نتكلم ازاي اصلا بكتب الفيديوز. حلو. وازاي انت تقدر تكتب فيديو يعدي المليون مشاهده. جامد. ده اللي انا بعمله. بهتم بحاجتين مهمين جدا في اي فيديو بكتبه. اول حاجه الهوك، تاني حاجه الريتنشن. الهوك ان انت في اول 3 ثواني تعرف اللي بيتفرج ده الفيديو عن ايه وتشده لاخر الفيديو تمام. ده الهوك بالنسبه لي. تاني حاجه الريتنشن، ان انا اخلي اللي بيتفرج عليا وتشد في اول 3 ثواني ان هو يكمل الفيديو للاخر. لازم اعمل كده تمام. فانا حاولت كمان اعملها ان هو مش بس هوك، لا هوك وبراندنج. انت دلوقتي اول ما تسمع انا جربت وده اللي حصل ده بهاء صح. فانا خليته هوك وبراندنج في نفس الوقت. حد طلع يعمل في ناس كتيره في ناس كتيره بدات تعمل الموضوع بس مين اللي عملها؟ انا اللي بادئها بالظبط. فانا اما باجي بكتب السكريبت بقسمه اول حاجه الهوك تمام. تاني حاجه الستوري عندي بتتكون من 5 مراحل. اوكي اما احكي اي قصه ممكن ناخد مثلا خلي مثلا فيديو السكر ده احكي لك فيه ازاي انا كده. اول نقطه عندي set the scene، لازم اعرفهم ايه اللي بيحصل. اوكي انا اللي بيحصل دلوقتي ان انا بحكي السكر وفوائده واضراره تمام. فببدا بعرف المشاهد ايه اللي بيجرى بعد ما خلاص عملت الهوك. دي اول حاجه set the scene. تاني حاجه اللي تشالنج. ايه التحدي بالنسبه لي؟ التحدي بالنسبه لي ان انا عايز ابطل سكر تمام. فده تشالنج كبير.
واللي بيتفرج عليا بيبقى عايز يشوف هل هحقق التشالنج ده ولا لا. تالت حاجه سوري، الرود بلوك. لازم احط عقبات ليا، حتى لو مفيش عقبات بحط عقبات. تمام. فببدا احكي ان انا اول اسبوعين كنت مصدق ده حصل الناس فعلا. بتحب المعاناه ان هي تشوف الشخص أصل اللي أنت قدامها بيعاني. بالظبط. اصل انا لو حكيت لك انا صحيت الصبح رحت الشغل كان يوم تمام وروحت نمت، فين رضا، القصه؟ انت كلنا هتتشد بنعمل في ايه؟ انما لما احكي لك ان كان في عقبه وحاولت اتغلب عليها، ده انت هتتشد الموضوع. فتلاقيني في اي فيديو عندي في البدايه بحكي العقبات وبحكي ان انا حاولت محاوله في الاول وفشلت، وبعد كده حاولت محاوله تانية ونجحت. تمام. لان الناس تحب تشوف كده. تمام. اي حد بيتفرج على بهاء كده انتوا عرفتوا هو بيعمل ايه. فبحط عقبه او محاوله نجاح وفشلت. رابع حاجه، ايه اللي حصل؟ طب اوكي هل انا عرفت اتغلب على العقبه دي ولا لا؟ اوكي، واتغلبت عليها ازاي؟ اخر حاجه، ايه اللي حصل بعد ما اتغلبت على العقبه؟ هل حياتي بقت احسن بكتير ولا لا؟ هل الدنيا بقت كويسه؟ هل حسيت الدنيا مش احسن حاجه؟ فدي المراحل اللي كتابه اي سكريبت بالنسبه لي. انا بكتب كلمه بكلمه. السكريبت بتاعي من اوله لاخره بيبقى مكتوب، يا اما بعد ما اخلص التجربه، تمام، يا اما ساعات ببقى انا قبل ما ابدا التجربه بعمل ريسيرش جامد جدا، فعارف ايه اللي انا متوقعه، فبكتب السكريبت ولما بجرب التجربه بعدل فيها بعدها. تمام. بس ببقى حاطط لنفسي دايركشنز ايه اللي هصوره وايه الدنيا. تمام. فدي مراحل القصه بالنسبه لي. اول حاجه اهتميت بيها زي ما قلت الهوك. تاني حاجه الريتنشن، ودي حاجه اتعلمتها من مستر بيست. قال ان هو في قاعده عنده ان كل 8 ثواني في الفيديو بتاعه في حاجه جديده بتحصل. طب انا الفيديو بتاعي دقيقه، فانا خليت القاعده بتاعتي كل 3 ثواني في حاجه بتحصل. بتحط شوت جديد في كل 3 ثواني؟ هقول لك، يا اما شوت جديد، يا اما ساوند افكت، يا اما كتابه، يا اما حدث مفاجئ يحصل، او عقبه، او لحظه صمت، او محاوله نجاح. في حاجات كتيره بتحصل كل 3 ثواني، لازم في الفيديو حاجه هتحصل. اوكي. وبحاول ما اخليش المشاهد يمل على قد ما اقدر. بحاول اصور شوتس كتيره جدا، بحاول اجتهد في الموضوع. انا لو بحكي ان انا مثلا في تجربه السكر وشربت ميه مثلا، ما بصورش نفس الشوت ان انا شربت الميه وخلاص. لا، بصور اول شوت وانا رايح امسك الازازه، انقل الكاميرا شوت تاني وانا برفع الازازه فاللي بيتفرج يحس ان في حاجه بتحصل. انا ما بخليش مشهد واحد، ما فيش مشهد شوت عندي بيقعد اكتر من 3 ثواني. حتى بقول لك لو هشرب ميه بصوره من اكتر من شوت. مثلا الفيديو بتاع طريقه النوم هتلاقي لو انت كنت بتصور السرير بتاعك من فوق من جنب من الشمال من اليمين من كل حته، بحيث انت كمشاهد ما تملش. انت لو مليت انا قتلت الريتنشن، وانت هتعمل سكرول وتتفرج على الفيديو اللي بعده. فانا كصانع محتوى لازم اخلي المشاهد ما يملش، مركز جامد في الفيديو، بحاول اخد انتباهه من كذا حاجه. انا دايما الفيديوز بتاعتي بكتب الكلام اللي بقوله، فانت بتشوف الفيديو وبتسمعه وبتقرا الكلام، فمديني 3 حواس من عندك. وبحاول دايما ان الفيديو اشيل منه اي حشو. الفيديو بتاعي دايما دايركت، هو دقيقة بس الدقيقة ده انت شايف فيها كل حاجة، محاولات النجاح ومحاولات الفشل وايه الفوائد وايه اللي حصل بعد كده في دقيقة واحدة. ده بتاخد كورس مكثف وما بخلكش تمل. ما ببدأش الفيديو قالوا السلام عليكم انا اسمي بهاء انا هحكي لكم النهاردة تجربة حصلت لي. الكلام ده لا. وده لو شفته مع مستر بيست، يعني مثلا كان عامل فيديو ان هو حط 100 شخص في جزيرة، تمام، واخر واحد يطلع هو اللي هياخد الجزيره دي. كان عمل كان عاملين بيت تقريبا، لا كان عامل جزيره في وسط الميه، واخر واحد يطلع من الجزيره بتاعته. تمام. الفيديو بدايته كده بالظبط، انا حجزت 100 واحد في الجزيره دي، واخر واحد هو اللي هيكسب الجزيره. واول التشالنج بدا فاول 10 ثواني انت عرفت ايه اللي بيجرى ودخلت في التشالنج الاول على طول. يعني انت ما لحقتش تفهم ايه الدنيا، فاهم؟ فانا ده بحاول اعمله دايما، ان هو في اول كام ثانيه شديتك ومخليك مشدود لاخر الفيديو. وده الموضوع فرق معايا من ان انا بجيب 1000 و2000 مشاهده للفيديوز بتاعتي. انا الحمد لله الريت بتاعي 1,000,000 مشاهده، يعني الفيديو بنزله ببقى عارف ان ده هيجيب 1,000,000، فاهم؟ فده المعدل بتاعي دلوقتي الحمد لله رب العالمين. جامد. ليه اساسا فكره ان انت بتبيلد دلوقتي كل حاجه على ستوري وانت عارف ان هي هتجيب،
بس في نفس الوقت ما بتقدمش تايبس تانية من المحتوى. يعني انت خلاص انت جبت ده، عرفت ليلته كلها، اوكي. ليه مش جنبه بتقدم انواع تانية او حاجة كمان بشكل مختلف؟ حاولت يعني انا كنت في فتره من الفترات عملت ان قسمت المحتوى بتاعي ل3 اجزاء. اول جزء اللي هو التجارب، تاني جزء ان انا بشرح كتاب، تالت جزء ان انا بتكلم عن صناعه المحتوى. حلو. بس دي من نوعيه الفيديوز، يعني النوعين التانيين من نوعيه الفيديوز اللي ما بتجيبش فيوز. حلو. اوكي، يعني هي بتاد فاليو، بشرح لك كتاب وبكلمك عن صناعه المحتوى، بس ما بتجيبش فيوز. فبدات اركز في الحاجه اللي بتاد فاليو. التجارب بتاعتي بحاول ان هي تكون مفيده، ما بروحش التجارب مش مفيده خالص. لا لا، لازم تكون يا اما تجارب هتفيدك صحيا او ذهنيا او اجتماعيا او ايا كان. اوكي. فهي بتضيف لك فايده، وفي نفس الوقت بتخليك مستمتع وانت بتتفرج على الفيديو. الفيديوز التانية لما باجي اتكلم قدام كاميرا كده واقول ان انا هحكي النهارده اشرح لكم كتاب، لا، الموضوع ما بيعديش 100,000 مشاهده، وده بالنسبه لي قليل قوي عن الريت بتاعي، فاهم؟ فبس بدات اركز في موضوع التجارب اكتر والستوري تيلينج اكتر، وبحاول مع الوقت ان انا اطور فيه عشان برضو ما خليش اللي بيتفرج عليا يمل بقى، عارف الاسطمبه بتاعتي ويمل. لا، بحاول كل فتره ان انا عندي قاعده برضو ان كل فيديو لازم اعمل حاجه فيها جديده، يا اما في القصه يا اما في الايديت يا اما في الساوند افكتس. فكل مره بحاول اطور من نفسي. طيب دلوقتي الستوري تيلينج بيطلعك فايرال، بس مش الستوري تيلينج لوحده اللي بيطلعك فايرال. بالظبط. ازاي اقدر ان انا اكون عارف قبل ما بوست ان الفيديو ده هيطلع فايرال او مش فايرال، من غير حتى ما اكون ان انا ماشي بسيكونس ستوري تيلينج؟ في احنا بنشوف في براندات كتير وحاجات كتير قوي بتتعمل ملهاش علاقه بالستوري تيلينج. بالظبط. فليه ده بيطلع فايرال؟ ده ستوري تيلينج. ايه بقى الحاجات التانية اللي ممكن تخليني اطلع فايرال؟ بص، هي الفكره كلها ان انت تركز على حاجه تتشاف. انت لما تيجي تعمل اي فيديو ايا كان نوع الفيديو، تركز هل اللي هيتفرج على الفيديو ده هيبقى مستمتع وهيتفرج على الفيديو ده للاخر ولا لا. انت لو اشتغلت الفيديوز بتاعك كل هدفك كده، الفيديوز بتاعك هتروح فايرال كل مره. تمام. اوكي. في حاجات، في ناس كتيرة ما بتستخدمش الستوري تيلينج وبتتكلم قدام الكاميرا، بس ده بيختلف. يعني ده بيبقى حد عنده كاريزما عالية قوي. تمام. يعني انا بشوف كده مثلا في الدكتور ممدوح نصر الله، ده عنده كاريزما عالية جدا. هو ما بيحكيش قصص، بس هو قاعد معاك في البيت، هو قاعد معاك في البيت عارف. وبيحكي لك حكايات، بس بتلاقي الفيديوز بتاعته ما شاء الله كلها معدية فايرال. تمام. فبيحتاج ان انت يكون عندك كاريزما عالية جدا، وطريقتك في الكلام. تمام. وان انت ما بتخافش من الكاميرا، وان يكون الموضوع فعلا مفيد للمشاهد وان هو يكمله للاخر. فانت لو عرفت تحقق العوامل ديت، الفيديو بتاعك 1,000,000% هيعدي فايرال. بس لازم تفهم الفرق بين ان انت عامل فيديو انت شايفه كويس بالنسبة لك، وان انت عامل فيديو هيبقى كويس للمشاهد. اوقات انا بعمل فيديوز انا مش شايفها كويسه بالنسبه لي والله ولا المشاهد، بس عارف انا لازم انزل النهارده عشان انا لازم انزل النهارده. ده انا قللته خالص. اوكي. ده قللته خالص. انا الفتره دي بس بدات اعمله عشان انا موجود في مصر، فمش عارف اعمل تجارب، فبنزل فيديوز ان انا بسال الناس من الشارع، عشان ما يبقاش فتره اختفاء كبيره، لان انا قاعد في مصر حوالي شهر، فما يبقاش فتره اختفاء كتيره. انما انا بطلت اعمله خالص. ومننا اتكلمنا في الموضوع ده، خلينا نتكلم في مراحل صناعه المحتوى. أوكي. ازاي تبدا بيه؟ انت راجل لسه بادئ تبدا، المفروض تبدا تنزل فيديو كل يوم، ولا كام فيديو في الاسبوع، ولا كام فيديو في الشهر؟ فخلينا نقسمها مراحل. تمام. ودي اتكلم فيها علي عبدال وفادتني جدا. انت اول مرحله بالنسبه لك اسمها كيب جوينج. المرحله ديت انت مش هدفك مشاهدات خالص. المرحله دي انت هدفك ان انت تنزل فيديو كل يوم، عشان كذا حاجه. اولا تتعلم الاستمراريه، لان الاستمراريه هي اللي هتفيدك بعدين. تاني حاجه تتعلم من اخطائك. انت كل ما بتنزل فيديوز اكتر، يعني انت اول فيديو والفيديو اللي هتنزله بعد 30 يوم بعد شهر، هتلاقي فرق كبير جدا في الايديت، في التصوير، في الكتابه، في كل حاجه. فانت كل ما بتنزل فيديو كل يوم بتطور نفسك اكتر. حلو. تمام. فده هيفيدك. انت المفروض المرحله الاولى ما يكونش هدفك خالص مشاهدات. انت لازم تحط في دماغك انا مش هدفي مشاهدات، انا هدفي ان انا انزل فيديو كل يوم عشان احسن الكواليتي بتاعتي وعشان اكون مستمر. ده وقت قد 60 ايه؟ يوم بالنسبه لي 60 يوم. اوكي. ما تستناش نتائج. ماشي. اوكي. ممكن ممكن تخلي هي الفكره ان انت مش قصه ان انت ما تستناش النتائج.
البروسيس صناعة المحتوى. كالفيديو كونتنت انت باقي البودكاستنج اللي رغم بسم صار فالتيم كله قاعد بس ايه البودكاستنج مش بصعوبة صناعة المحتوى. الفيديو بالبروسيس بتاعته. الكتابة سهلة، هي بتحتاج بس سيرش شوية، انما انت لما بتروح للفيديو انت عايز السيرش والكتابة والتصوير والمونتاج، انت عايز كل حاجة في نوع واحد. ففكرة 60 يوم ده فرهضة. انا عارف، انا ده عارف، بس انت لو عندك سيستم كويس هتعرف تعمل كده. أوكي. هكلمك في السيستم برضو، بس انت لو عندك سيستم وما بتبداش كل يوم من الصفر، ده هتعرف تخليك تعمل اكتر من 60 فيديو وتكمل. انا كل يوم ما ببداش من الصفر. انا عندي فيديوز، عندي سيستم مخلي لي عندي افكار جاهزه ل 3-4 شهور قدام، عندي سكريبتس مكتوبه لكام اسبوع قدام، عندي فيديوز في الايديت. فانا عندي سيستم هحكيه لك بعدين يخليك تستمر ويخليك ان الموضوع سهل وما تبداش كل مره من الصفر. بس خلينا في الاول في ال60 يوم الاولانيين اللي انت بتتعلم فيهم وبتطور فيهم من نفسك. واهم حاجه ان انت بعد 60 يوم تبص على الفيديوز بتاعتك وتشوف ايه اللي ضرب معاك. اوكي هتلاقي عندك مثلا على الاقل 5 فيديوهات ضرب بافريج ارقام قد ايه؟ ضرب ان هو فرق عن الفيديوز التانية، عن الافريج التاني. انت الافريج بتاعك بتجيب 1000 مشاهده، في منهم 5 فيديوهات جابوا 5000 او 10000، يبقى الفيديوز دي احسن من الفيديوز التانية. تمام. تبدا تركز فيها وتشوف ايه الفيديوز، ليه الفيديوز دي اشتغلت. هل مثلا عشان المعلومات كانت احسن، هل طريقه التصوير كانت احسن، الايديت كان احسن، الساوند ديزاين كان احسن. تبدا تحلل. تمام. وتخش في المرحله الثانيه بعد مرحله keep going ل going good، ان انت بتبدا بتمشي بخطوات ثابته، بتطور في نفسك وبس، وبتعمل كواليتي اعلى، بتقلل الكوانتيتي وبتزود الكواليتي. تمام. في المرحله دي انا شايف ان انت تمشي بيها ب3 فيديوهات في الاسبوع، ما تبداش ان انت كل يوم فيديو. انت في المرحله ده في مرحله 60 فيديو. لا، دي مرحله ال60 فيديو اسمها كيب جوينج. دي احنا خلصناها وعملنا الاناليسيس للفيديوز بتاعتنا، تحليل الفيديوز بتاعنا، وعرفنا ايه اللي اشتغل. نبدا بعد كده نعمل فيديوز شبه اللي ضربت معانا. تمام. دي مرحله اسمها جوينج جود، ان انت بتبدا تحسن الكواليتي بتاعتك. تبدا في الفتره دي بتنزل 3 فيديوهات في الاسبوع. تمام. بس بكواليتي عاليه، احسن من اللي فات. كواليتي عاليه من كل حاجه، كواليتي عاليه. انت خلاص بقالك 60 فيديو بتنزل، فانت المفروض السكريبت بتاعك بقى احسن كتير، الايديت بقى احسن، التصوير بقى احسن. لو ما بتعرفوش تكتبوا سكريبتس، انا بكتب سكريبت. ايوه الراجل ده بيكتب سكريبت زي الفل. لو حد عايز يعني كسيرفيس. بالظبط. فانت المفروض خلاص بقى عندك خبره احسن. حلو. فبتبدا تكتب كواليتي فيديوز بسكريبت احسن، بايديت احسن، وبتبدا ان انت بتدي وقت اكتر في الايديت وكده. تمام. والموضوع بيخف عليك لود، بدل ما كنت بتنزل فيديو كل يوم والموضوع ارهاق، لا انت دلوقتي هتنزل 3 فيديوهات في الاسبوع، يعني يوم ويوم. تمام. تقعد فتره والدنيا تمام. بعد كده انا شايف ان بتخش في مرحله بعديها ان انت خلاص يعني عرفت ايه الفيديوز اللي بتضرب معاك، عرفت الطريقه، عرفت ايه المتابعين بيحبوه. ممكن تقلل كمان الفيديوز للفيديوهين في الاسبوع. حلو. في حته المتابعين بيحبوك، فكره ان انت تختار نيش معين وتفضل شغال عليه، ده مدى تاثيره في بدايه اساسا ان انت تعمل محتوى؟ انا شايف ان انت في الاول ما تبداش تعمل كل حاجه. انا شايف ان انت في الاول تختار نوع كونتنت معين انت بتحبه لفيلد معين. لفيلد معين. أوكي. انت بتحبه وتعرف تتكلم فيه بالساعات مع واحد صاحبك. لو قعدت مع واحد صاحبك تقعد تشرح له فيه بالساعات، تقعد تركز فيه في البدايه ان انت تعمل فيه. لو انت بعدين بعد ما ربنا كرمك والاكونت ضرب وبقى عندك متابعين وعايز تدخل حاجه جديده، اوكي ما فيش مشكله، ممكن تعمل اكونت تاني. انا اعرف كذا حد عامل اكونت للسينما زي فيلم جامد ما اعرفش، محمود اسماعيل بسم الله ما شاء الله عنده 3 تشانل. بالظبط. فانت ممكن تعمل كذا اكونت للحاجات التانية اللي انت بتحبها. تمام. بس انا شايف كبدايه لا، انت تركز في نوع محتوى واحد. دي نصيحتي بصراحه. أوكي. تمام. بس شايف بعدين بعد ما تعدي مرحله الجوين جود ديت ان انت تبدا تركز ان اي فيديو بتنزله يبقى فايرال. ده اللي انا بعمله دلوقتي. اي فيديو بنزله بركز ان هو التارجت بتاعي 1,000,000 مشاهده. لو جبت اقل من 1,000,000 يبقى انا كده الفيديو ده ما اشتغلش معايا. تمام. فبتبدا تديله حقه قوي في الايديت، في الكتابه، في كل حاجه.
بحيث ان انت عرفت خلاص ايه اللي بيشتغل وايه اللي ما بيشتغلش. انا كنت لسه بقول لك انا دلوقتي قبل ما انزل الفيديو عارف الفيديو ده هيعدي ولا لا، وانت بعد فتره هتعرف انت كمان. فانت في الفتره دي تركز بس ان انت تعمل فيديوز توينت فايرال، وان هي تبدا تكبر لك الاكونت بتاعك. اوكي. انت اتكلمت عن السيستم، ان في السيستم سيستم انت عايش بيه لصناعه المحتوى الخاص بيك. بالظبط. ايه هو؟ انا شغال بنوشن، اوكي، مم. ومتهيألي ناس بكرهه والله لا هو ما, سهل. ما بفهمش في حاجه. يعني انا فتحت، انا شريكي بيدير البيزنس بنوشن، مهم. انا بره عني، وديني كليك اب. هو في ناس بتشوفه معقد، بس انا بستخدمه مش في صناعه المحتوى بس، في كل حاجه. شايفه سهل جدا ومريحني جدا ومخليني استمر. تمام. فانت ممكن تشتغل باي سيستم انت عايزه، يعني انت لو ما بتحبش نوشن ممكن تشتغل باي حاجه ان شاء الله، بالوورد، باي اعمل حاجه. جوجل شيت. بس السيستم واحد. ايه السيستم بتاعي؟ انا السيستم بتاعي مقسمه اي فيديو عندي بيخش المراحل دي. اول حاجه الايديا، تاني حاجه الريسيرش والبلاننج، بعدين السكريبتنج، ريفيو، اي رول، بي رول، اديتنج، سكيدول او ببلش ان انت حلو. تنزله. تمام. فانا عندي اول مرحله الايدياز، الافكار. انا عاده بقعد يوم كامل ما بعملش حاجه غير ان انا اتفرج على فيديوز. جيم. اليوم ده فاتح يوتيوب او اي بلاتفورم، بتفرج على فيديوز هدفي منها ان انا افكار واغذي كمان نظري، ان انا لما اشوف عشان فيديوز الكاميرا. كواليتي بالظبط، لما اشوف كواليتي كونتنت اقدر بعد كده ان انا اوكي ده هم عملوا مثلا اديت كويس هستخدمه في الفيديوز بتاعي. اليوم ده بقعد بس اجمع في افكار، ما بعملش حاجه غير ان انا بجمع في افكار. مش مطلوب مني ان انا اكتب سكريبت، مش مطلوب مني ان انا اصور، مش مطلوب مني اي حاجه. بقعد بشوف اي فيديو ينفع ويليق على المحتوى بتاعي واكتبه في خانه الايدياز. اقعد اجمع افكار اطلع لي في اليوم ده ب 10 15 فكره. تمام. بعد كده تاني يوم عاده انا بعمل الموضوع ده يوم السبت بدايه الويك اند عندي. تمام. تاني يوم لحد برضو بيكون اجازه بخش في مرحله الريسيرش والبلاننج. ببدا بقى عندي بقى ايدياز كتيره جدا، اقوم ماسك منهم 3 4 دول اللي انا هشتغل عليهم الشهر ده او الاسبوع ده مثلا. تمام. ابدا اعمل ريسيرش، اجمع معلومات عنهم، وابدا اعمل بلاننج، اقول اوكي ده هبداه امتى والتاني هبداه امتى. اني عاده بنزل، يعني انا عندي الفيديوز بتاعتي بتتقسم ل3 حاجات. التجارب بتاعتي، تجربه لمده يوم تتعمل في يوم، تجربه تتعمل في اسبوع، تجربه تتعمل في شهر. وانا عاده دلوقتي بنزل 8 فيديوهات في الشهر. تمام. فبقوم عامل ايه؟ اقوم واخد فكرتين ينفعوا الشهر، تمام، واربع افكار للاربع اسابيع، وفكرتين يتعاملوا في يومين. اوكي. تمام. فبقيت عندي 8 فيديوهات. اوكي. واحاول ان انا اوفق ان التجارب دي ما تدخلش على بعضها. تمام. يعني مثلا تجربة نط الحبل مع تجربة الصحيان بدري، دي مش هتتعارض مع دي تجربة رياضية ودي تجربة هتخليك احسن في الانتاجية وكده. تمام. فببدأ ان انا احدد حاجات مش هتدخل في بعضها، وابدأ اعمل لها بلاننج، امتى هبدأ التحدي ده وامتى هبدأ اصوره واصور فيه ايه وكده. خلاص ما بتزهقش؟ ما بزهقش لاني انا حابب الموضوع. انا بحب جدا صناعة المحتوى. كنت كلمتك مش على المحتوى ما بتزهقش ان اوقات انت بتضطر ان انت تغير اللايف ستايل بتاعك عشان تطبق تجربة معينة؟ ده بيحصل بس بحس ان هو بيفيدني للاحسن. بجرب حاجات جديده وبعد كده في حاجات بستمر عليها وفي حاجات ما بستمرش عليها. يعني انا لحد دلوقتي الحمد لله مبطل سكر. حلو. تمام. نادر قوي ان انا اكل حلويات او كده، بس لا، الشاي بتاعي من غير سكر، الكلام ده كله من سكر. في حاجات جربتها وما عجبتنيش. انا جربت قبل كده ابطل قهوه، قعدت الاسبوع ده مصدع ومش مركز، فقشطه دي تجربه خلاص انا فشلت فيها ومش هجربها تاني. فده بيفيدك، بتعرف ايه الكويس وايه الوحش، وايه الكويس بكمل فيه، الوحش خلاص. حلو. فده كويس يعني. بس بعد ما بخش في مرحله البلاننج اقوم داخل السكريبتنج، ابدا اكتب السكريبت بتاعي. يا اما زي ما قلت لك بكتب السكريبت قبل ما ابدا التجربه، يا اما بعد ما جربت عشان ايه احط اللي انا حسيته في التجربه. بعد كده بخش في مرحله يعني الاي رولينج اللي هو اللي انا بتكلم فيها قدام الكاميرا، وبعد كده البي رولينج الشوتس اللي انا بركبها على المشاهد. تمام. بعد كده في مرحله الفويس اوفر كمان بقوم مسجل الفويس اوفر وبادئ اعمل الايديت بتاعي، مخلصه واقوم اعمل له ببلش. فانا كل مره ما ببداش من الصفر، انا كل مره عندي فيديو انت عارف انت هتعمل ايه اصلا بالزبط. وهينزل امتى. بالظبط. وعارف هينزل امتى. فده بيخليني استمر وما اعطلش في النص. طب ليه فكره الفويس اوفر؟ يعني في صناع محتوى كتير دلوقتي بيستخدموا الفويس اوفر، بس ليه فكره الفويس اوفر؟ ليه ما يبقاش كل شوت انت بتقول فيه الحاجه منها للكاميرا؟
انا لاحظت ان البلاتفورمز دلوقتي بتحب الفويس اوفر. مم. يعني انا جربت، يعني انا كذا على جربت كذا الكوميرشال وايز حاجه. برضو آه البراندات. البراندات برضو متهيالي مم. ما اعرفش ليه، ما اعرفش. البلاتفورمز التيك توك وكل البلاتفورمز ديت بتحب ان انا اسجل بفويس اوفر، وده بلاحظه لما اتكلم قدام الكاميرا. حتى لو انا بحكي قصه، غير ان انا قاعد وبصور شوتات مم. وبحط الفويس اوفر مم. بتاعي. بلاحظ ان الحاجه اللي بالفويس اوفر بتنتشر اسرع كتير. تمام، فانا ده خلاص بقى ده منهجي دلوقتي، ان انا هسجل شوتس وهسجل فويس اوفر واركب ده على ده واعمل الايديت بتاعي. اوكي جامد. ايه غلطات تانية انت عملتها في الجيرني بتاعتك از كونتنت كريتور ومش عايز اي حد تاني يجربها؟ بص، الغلطات، اول حاجه زي ما قلت لك الستوري تيلينج ما بداتش فيها. تمام. تاني حاجه ان انا ما بداتش على كل المنصات. ماشي. تمام. بدات تيك توك، وبعدها ب6 شهور تقريبا بدات انستجرام، وبعدها بدات فيسبوك، واخيرا بدات يوتيوب. اوكي. تمام. وده بصراحه يعني انت اي حد هيبدا هيحس الموضوع ده هيبقى محرج قوي. يعني التيك توك عادي، انما الانستجرام تقول لاصحابي وقرايبي وبتاع لا مش عايز انزل في الاول، وانا كنت خايف جدا من الناس عندي في الشغل شكل ايه قدامهم وبتاع. بس لا، دي كانت غلطه كبيره جدا. ولا ابدا على كله، لان الموضوع بيديك دافع في البدايه. لو اشتغل على الفيديو بتاعك، اشتغل على بلاتفورم وما اشتغلش على التاني، بيديك دافع بيخليك تكمل. فانا نصيحتي ان اللي يبدا على كل المنصات، ما يخشش في منصه واحده بس، لا ابدا كله، لان ده هيديك دافع جامد. فكره السن ان احنا بنخاف من شكلنا قدام الناس، اللي احنا بنعمله ده يجيب ولا ما يجيبش، ورأيهم فينا في اللي احنا بنعمله. بتحس ان انت بتدخل في لوب كده، اصلا اللوب دي بتعطلك بشكل رزل، وفي الاخر هو مش عايز اقولها بس انا قعدت مع نفسي طز. بز... انا اسف، يعني بس معلش، انا عايز اعمل الحاجه دي، انا بالظبط. بحب اعمل الحاجه انا دي، قمت طب ما اعملها، انا مالي انا بالناس. بالظبط انا قمت قاعد مع نفسي وقلت طيب اوكي، هو انا داخل لصناعه المحتوى، هدفي ايه؟ هل هدفي الموضوع هوايه وهعمل لي فيديوهين وخلاص وهنام، ولا ده خلاص بقى حياتي جيرني. وهكمل طول عمري بصنع محتوى؟ طب اوكي، طب وانا هكمل طول حياتي بصنع محتوى؟ مش الناس دي برضو المفروض تعرف ويبقى ده جزء خلاص من حياتي، وبقى الناس عارفه ان بهاء ده صانع محتوى. فاخدت القرار بعدها. كنت حتى ساعتها انت في اوبشن في تيك توك ان هو يوري الاكونت بتاعك لاصحابك اللي على الفيسبوك ولا لا. انا كنت قافله، لا قمت فاتحه وفاتح الانستجرام وفاتح الفيسبوك وبعد كده وكله. انت رحت وخلاص بقى انا عملت بيج على انا الفيسبوك اصلا. انا خلاص صانع محتوى يا جماعه، واتعاملوا معايا على الموضوع ده. انا فانت انفلونس. انا انفلونسر. موضوع كويس. فانت المفروض ما تخافش في البدايه، دوس عادي واعرف حدد هدفك الاول. انت لما تدخل صناعه محتوى، هل انت داخل موضوع هوايه، ولا داخل الموضوع بيزنس، ولا هوايه وبيزنس؟ الافضل تخش هوايه وبيزنس، وده اللي انا عملته دلوقتي. انت لو دخلت هوايه هتقف بعد فتره، دخلت بيزنس الله مش يديك هتلاقي. الصحه بقى. بالظبط. دخلت بيزنس مش هتعرف تجيب فلوس من الاول، فهتقف بعد فتره. انما لما تخشوا الاثنين وتعمل فيديوز وتلاقي فيه فلوس بتجيلك بعد كده، لا الموضوع بيديك دافع ان انت تكمل. الفلوس بتيجي منين؟ بص، خلينا نقسم البلاتفورمز. عندنا فيسبوك ويوتيوب، دول بيدوك فلوس على المشاهدات. حلو. وما اعرفش ليه ما فيش حد بيتكلم على موضوع فيسبوك ده، مع ان هو بيدي فلوس كويسه اكتر اساسا من من اليوتيوب. اليوتيوب. الناس كلها بتقول روح اليوتيوب عشان لا فلوس. لا، لا، فيسبوك انا بيدي. اعرف بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك يعني. انا اعرف كرييتورز بيطلعوا مثلا من الفيسبوك 10 كي في الشهر، واليوتيوب بيطلع منه 3 4. بالظبط. فانا بصراحه يعني اول فلوس بدات تدخلي دخلت لي من الفيسبوك من قبل اي منصه تانية. تمام. فانا بستخدم الاثنين دول على فلوس المشاهدات. تمام. تيك توك للاسف في الميدل ايست لسه ما فعلش موضوع الربح على المشاهدات. انت بتكسب بس من الهدايا، والهدايا في طريقين عشان تكسب منهم. يا اما تطلع لايف وعارفين ايه اللي بيحصل، يا اما ان حد يعمل لك جالك اسد قبل كده؟ ما جاليش اسد، جالي حاجات صغيره. يعني انا كنت عملت فيديو اصلا ان انا كسبت قد ايه بعد 100 مليون مشاهده من كنت التيك بتطلع توك. $2 او حاجه صح؟ $9. اوكي. وقمت منزل فيديو، بس الناس ظبطتني. يعني انا جالي الفيديو ده بصراحه انا ما بكسبش والله انا تعبت انا معاك. كنت منزل فيديو مش قاصد ان انا ادفعوا لي او اديني هدايا، بس والله العظيم الناس يعني قالت انت اوكي بتدي بتعمل محتوى كويس، فخد الهديه دي مش خساره فيك. عايز اقول لك ان انا جالي اكتر من 500 هديه. يعني ده متهيالي اكتر فيديو جه عليه هدايا. حلو. في الاخر هم كام؟ $40.
يعني الناس اصلا يعني كان في كومنتس كتيره ان هو ده بقى مليونير بعد الفيديو ده، وده ما حصلش والله. لو حصل تعالى نعملها تاني. ولو حصل هقول، ولو حصل هقول والله. فالتيك توك بيدخل فلوس عن طريق الهدايا بس دلوقتي، ومش كتير. تمام، يا اما هتطلع لايف وتبدا ان انت تخش في تحديات وناس تبعت لك اسد والحاجات دي، او ما تنش على حسب. ممكن. يعني انا بصراحه انا شايفها ان هي محطه راديو. يعني التيك توك لايف بالنسبه لي هو محطه راديو، يا اما تطلع تهبل فيها، يا اما تطلع تقول كلام كويس واللي بيتفرج عليك ممكن يعطف عليك. مش يعطف، يقدر اللي انت بتقدمه. لا في فكره يعني احنا بنشوف ان مش عارف هل 90% ولا اكتر من 90% ان اغلب الكونتنت او اللايفز اللي بتتعمل اصلا بيبقى ليها دايركشن محدد ثابت بطريقه اوفر ستريم بشكل مقرف. عشان ايه؟ عشان انا جالي اسد بالظبط من ودقيق وحاجات كتير. بس انا مش عايز، يعني انا برضو مش عايز اقول ان ده بس اللي بيحصل، لان برضو ساعات كتيره بطلع لايفات، مش كتيره بطلع، ممكن في الشهر مره او كل شهر. هل اساسا يعني اللي انا بشوفه دلوقتي عندي على الاكونتس اللي انا بشتغل عليها ان البلاتفورمز اساسا بتقول لنا اطلع لايفز؟ ده بيحصل. ده ليه؟ هو برودكت تمام. هم يعني بيحاولوا يبوش البرودكت ده، بس انت لو قعدت تطلع لايف فتره الموضوع بيفيدك جامد. انا لاحظت ان انا لما بطلع لايف الفيديوز بتاعتي بدات تتشاف اكتر. تمام، انا قعدت في تجربه بس لسه ما نزلتهاش، ان انا حاولت ان انا اطلع لايف لمده اسبوع اشوف هربح قد ايه منها وهشوف هزيد فولورز قد ايه. لاحظت ان بعد كام يوم ان الفيديوز بتاعتي بدأ يجي عليها فيوز اكتر. تمام، واتكلمت مع اللايف كوميونتي مانجر وكان بيشجعني، اللي هو بيقول لي لو انت يا بهاء بدأت تطلع اكتر واكتر واكتر، انت وانت بتطلع بتقول حاجات مفيدة، انت ما تطلعش تحط انت ايه ليك ولا اكونت كده. مانجر اصلا في تيك توك صح؟ ليك حد بيفولو اب معاك؟ اللايف اكونت مانجر، يعني انا اتكلمت مع اللايف كوميونتي مانجر. تمام، فهو اتكلم معايا ان هو اطلع وانت بتفيد الناس، اعمل ده كانه محطه اذاعيه بالنسبه لك، شو بالنسبه لك، بتطلع تفيد الناس. كنت بتكلم ساعتها عن صناعه المحتوى، بقول ازاي تبدا صناعه محتوى، فاطلع فيد الناس والناس هتقدرك وتبعت لك هدايا. ده مش عيب، انت برضو شغال على محتوى وبتعمل محتوى، فمش عيب ان انت تربح منه وفي نفس الوقت بتفيد الناس وهتشوف الارقام. وهو بدانا نحلل الدنيا، لا انا يعني كان بيجي اكتر من نص مليون امبريشن على على اللايف بتاعي، فاللايف بتاعي كان بيتشاف ومش طالع ولا بهين نفسه ولا حاجه، لا ده انا طالع بقدم معلومه. يا ريت يا ريت ناس كتير تعمل كده، يا ريت الناس تعمل كده، بس هو المشكله خد سمعه. هو الفكره ان التيك توك اساسا السمعه كلها اللي معروفه عنه عن ان اللايف. هو الناحيه الثانيه يا اما بتوع، بس ده اتغير كتير. ده اللي انا اتغير كتير كمان في الالجوريزم. كان زمان قوي التيك توك بيبوش الترندز، تطلع تعمل دانس او تعمل تتكلم ببقك او كده. غير الموضوع ده، بدأ يتجه لصناعة المحتوى. أنا عايز صناع محتوى حقيقيين يجوا على البلاتفورم بتاعي يعملوا لي محتوى كويس، يحكوا فيه قصة، يقدموا معلومة. فتبدأ تلاحظ إن معظم اليوتيوبرز بدأوا يتجهوا للتيك توك دلوقتي. حتى التيك توك ما بعدش بيوثق الحسابات اللي بتعمل ليبسينج بس وبتقعد تتكلم، لا بقى بيوثق الحسابات اللي بتقدم محتوى قيم. فالالجوريزم اتغير خالص. ودي نصيحه بديها برضو لاي حد بيسالني، بقول له ما تعتمدش على الترندز، هو موضوع كويس بس ما تعتمدش عليه، اعتمد ان انت تقدم محتوى كويس. امتى بنقول ان المحتوى ده قيم ولا لا؟ ما هو قيم من حيث ان انت بتقدم معلومه. يعني انت لو بتقدم معلومه اي حاجه، على فكره مش لازم تطلع تدي معلومه تاريخيه. يعني انت ممكن لو بتطلع تضحك الناس بس بطريقه كويسه ومش بتهين نفسك، انت كده بتقدم فاليو كويسه، لان انت اسعدتني في يوم. فاهمني؟ لو بتطلع المحتوى بتاعك جيمنج بس فعلا بتدي معلومات كويسه للناس ازاي يتعلموا سكيلز وكده. كان اسمه بشر. بشر. انا بحب المحتوى بتاعه جامد، انا بحب المحتوى بتاعه جامد. فمش لازم ان انت تدي حاجات تاريخيه او معلومات مجعلصه. يعني انت ممكن عادي تطلع تبقى محتواك جيمنج او كوميدي او كده، بس بتقدم فاليو اللي بيتفرج عليك، يا اما بتضحكه،
يا اما بتعلمه حاجه، يا اما بتنصحه. فده لو هبدا فيديو كونتنت، انا دلوقتي عندي شورتس واللونج فيديوز اللي معروفه للفيسبوك اصلا لسه بيحبها، واليوتيوب اليوتيوب بيحبها. بيعشقها مش بيحبها. انا لو هبدا دلوقتي ابدا كشورتس، ولما اكبر اطلع لونج فيديوز، ولا الاتنين يمشوا مع بعض؟ لان مهما يعني انت دلوقتي اصلا عشان تفعل الربح تقريبا من اليوتيوب، يا اما تجيب 1000 سبسكرايب و4000 فيوز على اللونج فيديو، فيديوز، يا اما تجيب مليون على الشورتس. بالظبط. فانا دلوقتي ايه الافضل بالنسبه لي في الدايركشن اللي انا اتحرك عليه؟ الاتنين مع بعض ولا اطلع الشورتس؟ لو عرفت تعمل الاتنين مع بعض كويس، بس انا جربت وفشلت. شيء قاتل. شيء قاتل، لان انا بقول لك الفيديو بتاعي انا بتعب فيه، هو فيديو دقيقه بس بصور فيه شوتس كتيره جدا، بحكي فيه قصه وبتاع. ان انا احكي قصه في 10 دقائق واصور الشوتس دي كلها، الفيديو الواحد هياخد مني اسبوعين 3. في ناس بتبقى شايفه ان الفيديو الدقيقه ده انت قاعد بتعمله كده لا، ان انت قاعد بتعمله هو حاجه سهله قوي، انت قاعد بتعملها. فطلعت فيديو دقيقه. الفيديو دقيقه ده ممكن ياخد 5 6 7 8 ده بيحصل 10 ساعات اساسا، عقبال ما ان انت تمشي البروسيس دي كلها، وتدخل اديتنج وتطلع افكار وتطلع شوتس وبعد كده تشوف انت هتعمل ايه ودي هنا ليه، وهتغير الشوت من هنا. لا، فالفيديو الواحد مرعب. بياخد. انا والله العظيم في فيديوز عندي بتاخد اسابيع وشهور. في الفيديو بتاع الميه ده شهر، اقسم بالله شهر. شهر قاعد بشرب ميه وبصور نفسي وانا بشرب ميه، وانا في المكتب وانا في المول وانا في البيت. لا الموضوع اختلف عن زمان. كان زمان كان الموضوع سهل، بتشغل ساوند بتتكلم عليه وخلاص الموضوع انتهى، او طالع بتقول معلومه والموضوع انتهى. دلوقتي لا، تيك توك والمنصات التانية لا، عايزه صناع محتوى حقيقيين، ناس بتعرف تصوير، ناس بتعرف تكتب، ناس بتعرف تعمل اديت، فعايزه صناع محتوى حقيقيين. فانت لازم تتعب في الفيديو بتاعك جامد عشان تقدر تطلع فايرال. وما تسالش نفسك انت، يعني ما تسالش نفسك ليه الفيوز بتاعتي ما بتزيدش لو انت ما تشتغلش جامد على الفيديو بتاعك. أوكي. تمام، لازم تشتغل على الفيديو بتاعك جامد قوي قوي عشان الفيديو بتاعك يطلع فايرال. ما انكرش ان في فيديوهات تافهه وبسيطه وفكرتها هبله ممكن تعدي يعني مشاهداتها جامد، بس في نفس الوقت ده ما بيحصلش كل يوم. ممكن يطلع لك فيديو 2 يضربوا، بس مش ده اللي هيضرب معاك على طول. اللي هيضرب معاك الفاليو كونتنت او الكواليتي كونتنت. اوكي. اخر حاجه نقولها، احنا كنا بنتكلم في الربح اساسا فاحنا اتكلمنا فيسبوك دي بقى المشكله اللي ان الناس بتواجهها معايا. لا انا هجيبك تاني. الفيسبوك ويوتيوب تربح من المشاهدات، التيك توك تربح من الهدايا، انستجرام من السبونسرز. لما بيكون عندك عدد فولورز كويس بتلاقي شركات كتيره بتبعت لك وبتبدا تقول انا عايزه اعمل معاك اعلان، وده بيكون دخله اكبر بكتير من الهدايا واكبر بكتير من المشاهدات. وده اللي بدات اركز فيه دلوقتي. وده دلوقتي بقى فيه ريت للانفلونسر، كل ما بقى عندك رقم معين والفيديو بتاعك بيجيب رقم معين بالظبط، فانت الريت بتاعك في الحته الفلانيه. بالظبط، بيتحسب على الانجيجمنت ريت بتاعك، معدل التفاعل بتاعك، وبيتحسب على عدد الفولورز اللي عندك. تمام، فانت المفروض تحدد لنفسك سعر وتبدا تبعت للشركات بعد ما ربنا يكرمك ان شاء الله، وتبدا تبعت لهم او تستنى هم يبعتوا لك وتبدا تتفق معهم. دي المرحله اللي انا فيها دلوقتي، وانت المفروض ما تتكسفش من كده. يعني في ناس كتيره تقول انا بتعب وبعمل محتوى وباخد وقت. يعني انا شغال اولا فول تايم، وعندي الشغل الكونتنت كريشن ده، فانا بتعب وباخد وقت من حياتي ومن اسرتي وباخد مجهود. لازم الاقي تقدير، لازم اكسب منه. ما ينفعش اعمل حاجه ببلاش طول عمري. تمام، فلازم ان انا اشتغل مع سبونسرز ومع شركات واعمل لهم اعلانات، بس لازم يكون طبعا حاجه مبسوط منها ومتوافق. يعني ما افورش. يعني احنا بنشوف الافوره في الريفيوهات بتاعت الفود بالذات. يعني المفروض ما افورش، المفروض اقدم فعلا فاليو كويسه. وده مش عيب ان انت تقول ان انا بكسب، ده مش عيب خالص. اوكي. ايه اكتر نصيحه تنصحها لاي حد قرر ان هو يبدا بعد الحلقه دي؟ اول حاجه حدد محتوى، شوف ايه المحتوى اللي ممكن تتكلم فيه مع صاحبك بالساعات، حدده. تاني حاجه استثمر في حاجتين، في المايك والاضاءه. مش مهم الكاميرا في البدايه خالص،
مايك والله في مايكات رخيصه ب 200 و 300 جنيه والله في كده. والاضاءات يعني ابدا بسوفت بوكس، بلاش الرينج لايت، هات لك 2 سوفت بوكسز وابدا بيهم. تمام. اشتغل بسيستم. انا عارف ان في البدايه بيبقى عندك حماس ان انت عايز تشتغل كتير، بس لا، ابدا بسيستم. اكتب فيديوز في الاول قبل ما تبدا اي حاجه. اكتب لك مثلا، انا عملت كده، كتبت 30 فيديو قبل ما اصور اول فيديو. كتبتهم بحيث ان انا الموضوع يشجعني ان انا لو جيت في الفيديو رقم 20 ومفيش اي حاجه يصعب عليا تعبي واقول لا انا مش هقف، انا كاتب 30 فيديو فهصور. فانا نصيحتي برضو ودي حاجه فادتني، اكتب 30 فيديو وابدا صورهم. اهتم بالستوري تيلينج، اهتم جدا بالمشاهد. يعني اما تيجي تتفرج على الفيديو ده، الفيديو بتاعك، قول هل انا افدت المشاهد ولا لا؟ هل الكلمه اللي انا قلتها ديت هتاد فاليو للفيديو بتاعي ولا لا؟ لو مش هتضيف اي قيمه شيلها. شيلها. انا بشيل اي حشو. حاول ما تخليش المشاهد يمل. اوكي. قاعده اعملها عندك، اول يعني 10 ثواني كل ثانيتين في شوت مختلف، وبعد كده كل 3 ثواني في شوت مختلف او حاجه بتحصل في الفيديو. انت لو اتفرجت على اي فيديو عندي، اول 10 ثواني بتلاقي في شوت سريع قوي بتحصل، فاللي بيتفرج بيحس ان في حاجه بتحصل، في حاجه جايه. تمام. بس واهتم بالهوك والريتنشن واستمر. الاستمراريه هتفيدك جدا. ما تهتمش بالكومنتس سلبيه او ايجابيه، ما تهتمش بيها. في الحالتين بتفيدك. انا عاده ما بمسحش اي كومنت وما بعملش بلوك لحد. تمام. الا لو حد هو متضايق. يعني انا ما عملتش بلوك غير الاثنين ثلاثه تقريبا. كتبوا لي كومنت مثلا انا زهقت منك يا عم ارحمني. خلاص خلاص اوكي خلاص. انا يعني انت عامل لي فولو، بدخل اشوف هو عامل لي فولو، انت عامل لي فولو، وكل فيديو انزله انت بتقول لي انا زهقت منك. خلاص انا اريحك مني واعمل لك بلوك. فبعمل له بلوك عشان اريحه مش عشان ارتاح والله. أوكي. تمام. فانت واعرف ان انت داخل السوشيال ميديا وعارض حياتك، فطبيعي جدا ان هيجي لك انتقادات. فده ما تتضايقش منه. اعرف ان الرحله فرديه وصعبه بس ممتعه. تمام. وهتعدي مراحل كتير. انا عديت بمراحل كتيره جدا في الرحله كم بتاعتي. مره فكرت ان انت تبطل؟ انا في البدايه انا بطلت على فكره. يعني انا اصلا كنت بحاول من 3 سنين. يعني دي مش اول محاوله ليا، وكذا مره بطلت وارجع تاني. تمام. اخر مره انا قلت لا مش هبطل. فانت ما تبطلش. اخر مره انا قلت مش هوقف. يعني بعد 60 فيديو كنت بحكي لك، بعد 60 فيديو ما جاليش اي فيوز، بس قلت لا انا مش هبطل، انا هكمل. تمام. لحد ما عرفت الطريق الصح. تمام. انت في الرحله ديت هتحس بفشل، هتحس باحباط، هتحس بنجاح، هتحس بهوس. هيجيلك هوس، والمرحله دي كانت صعبه بالنسبه لي. انا كان عندي هوس كبير جدا بالفيديوز. كنت اقعد طول اليوم اعمل ريفرش عشان اشوف الفيديو وصل كام مشاهده، اشوف الكومنتس، اقرا كل الكومنتس. المرحله دي صعبه جدا. صعبه جدا جدا جدا. بعد كده بتخش في مرحله التاقلم. بتعرف ان ده الطبيعي. هيجيلك كومنتس، هيجيلك فيوز، يجيلك ناس بتشتمك باهلك عادي. والله. لا هو مش عادي قصدي. لا مش عادي، بس في جوه عالم السوشيال ميديا هو هو غصب عنك. هو انت مش عارف ان انت تسيطر على كل الناس ولا كل مش الناس هتعرف بنفس طريقتك ولا اسلوبك. انا بعمل حاجه كويسه. بحط كيوردز. لو حد كتب الكيورد ديت يمسح الكومنت من نفسه. فاهم؟ كومنتس انا شايف ان هي شتيمه جامده. فاهم؟ لو كتبوا لا خلاص ما تظهرش. عرفت ان انت كاتب. بس واستمتع بالرحله. هي بتبقى رحله صعبه بس استمتع بيها. اوكي. ده كده على البروفيشنال وايز وعلى تيك توك وعلى الليله دي كلها. انا دايما عندي عارف البلوت تويست كده، الناس تقول لك عرف نفسك الاول ثم في الاخر ايه تعالى نتكلم. انا دايما بحب اقلبها قوي. ايوه بحب اقفل هو بيها. مين بقى حنيش؟ حاليا انا بعرف نفسي ان انا صانع محتوى. اوكي. عندي شغل فول تايم بتاعي الناس كلها عارفاه. انا شغال ديجيتال ماركتنج مانجر في شركه معروفه. بلاش نقول الاسم. اوكي. فانا عندي الفول تايم بتاعي وعندي الشغل لصناعه المحتوى. عندي اسره، عندي زوجه وعندي ابن. حبيبي يا رب. فبحاول اهتم بكل الاشياء دي. بحاول اهتم بالفول تايم جوب بتاعتي، بحاول اهتم بالكونتنت كرييشن، بحاول اهتم باسرتي. لو هتتكلم انا بحب ايه وما بحبش ايه، انا
يعني شايف ان انا وجدت نفسي في صناعه المحتوى، شايف ان انا حابب الموضوع جدا، وشايف ان انا هستمر، وشايف ان انا يعني محمد صلاح كان بيتكلم ان هو بيقول انا قبل ما انزل الملعب انا شايف نفسي نمبر 1 في الملعب، حتى ممكن ده ما يكونش حقيقه بس هو في عقليته انا البوزيشن شايف، بتاعك، انا البوزيشن اللي شايف انت نفسه، هو دايما شايف بتفكر نفسه ان نمبر انت 1. انا بالنسبه لي وده مش تقبل، لا م. ده بيعلي ثقتك بنفسك. انا شايف في دماغي انا نمبر 1، وقبل ما بنزل اي فيديو بقول هو نمبر 1 ينزل فيديو زي كده ولا لا، هل انا كروت في الفيديو ده ولا لا، فده بيخليني دافع ان انا ادي كواليتي اعلى. تمام. وشايف ان انا ان شاء الله اللي انا فيه ده كله بدايه، يعني انا وصلت، انا داخل على مليون فولورز دلوقتي، والكلام ده تقريبا في 11 شهر، ان شاء الله في نهايه الشهر ده اوصل مليون فولورز. شايف ان ده البدايه مش النهايه، شايف ان اللي انا فيه ده بالتست. البدايه بالظبط. لا شايف ان شاء الله ليا بوتنشال عالي، وشايف ان انا ان شاء الله بعد كده هكبر اكتر بكتير، وشايف ان هو بعد 3-4 سنين هيكون ده الفول تايم جوب بتاعتي، وهدخل هخش في مواضيع تانية ان انا ابدا خليه البيزنس بتاعي، يا اما ان انا ادي كورسز عن صناعه المحتوى، يا اما انزل منتجات. انا كنت اتكلمت قبل كده عن الاجنده اللي فيها تحديات، فديت ده بيزنس اصلا بعمله دلوقتي وان شاء الله هينزل قريب. فده الاتجاه بتاعي. ده بالنسبه لصناعه المحتوى عموما. فانا لو تقابلني من 7-8 سنين انا كنت شاب متخرج زي اي حد، تايه، مش عارف اعمل ايه، مخلص جيش، مفيش فلوس، مش عارف اشتغل. انا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي بس عشان ما يتقالش ان كل بيطلعوا بودكاست بيقولوا كده، بس دي والله الحقيقه، وده المفروض يدي دفعه للناس. هي دي الجيرني لكل بالظبط. يا جماعه وانت لازم ما يكونش معاك فلوس للاسف بس والله هو ده اللي حصل. أيوة. انا اتخرجت، انا خريج خدمه اجتماعيه، فهي مش كليه عاليه، ما كنتش بعرف اتكلم انجلش، ما كانش عندي اي سكيل، ما عنديش اي مهاره. بعد الجيش قعدت مع نفسي وسالت نفسي اوكي انا لو عايز اتجوز وانا مرتبي دلوقتي 2000 جنيه هتجوز بعد كام سنه؟ لو هصرف 1000 واوفر 1000 بعد سنه هوفر 12000 عشان اشتري شقه، فانا قدامي ايه قرن، فلازم اتعلم حاجه تانية. بدات اتعلم السوشيال ميديا والديجيتال ماركتنج وبدات اشتغل جنب الشغل بتاعي، اجيب كلاينتس. الكلام ده من 7-8 سنين، فاصلا كان بالنسبه لهم السوشيال ميديا ده حاجه انا غريبه قوي. دخلت اساسا يعني انا بدات في الديجيتال ماركتنج والكونتنت كريشن. انا كنت في 2016 2017 كنت بعمل ريفيوز للموقع على الاكونت عندي. ففكره ان انت تنزل بوست يجيب 1000 لايك في 2016 2017 ده رقم ضخم. الناس كانت بتفكر ان انا ببيع لايكات اصلا، فاكره ان شغلتي ان انا ببيع لايكات. انا رحت داخل تاني يوم لقيت وظيفه في شركه عندنا عايزين كونتنت كريتور. رحت قلت لهم والله بصوا يا جماعه انا بعرف اعمل ده عندكم طب تعال. بالظبط، هي بدات كده بالظبط. بس فانا اشتغلت مع كلاينتس، بقيت ان انا الفلوس اللي بتجيلي من شغلانتي بوفرها، واللي بيجيلي من السوشيال ميديا بصرف بيها على نفسي. جمعت شويه فلوس وقمت مسافر الامارات ادور على شغل فيها، ربنا كرمني بشركه كبيره، قعدت فيها شويه وقعدت اطور من نفسي، اترقيت، وبعد كده رحت شركه تانية اكبر الحمد لله رب العالمين، اشتغلت فيها سنه وشويه، اترقيت فيها تاني، وبعد كده رحت الشركه اللي انا فيها دلوقتي بقى لي 4 سنين والحمد لله الدنيا تمام. فده من شاب خريج خدمه اجتماعيه ما عندوش انجلش، ما عندوش اي سكيلز، لواحد الحمد لله ان انا طورت من نفسي، اتعلمت انجلش، اتعلمت السكيلز بتاعت السوشيال ميديا والديجيتال ماركتنج، وبعد كده اتعلمت سكيلز بتاعت الكونتنت كرييشن. فانا شايف ان هو انت تقدر تطور من نفسك، وتقدر ان انت تنقل حياتك تقدر جذريا، تعمل حاجه طالما انت عايز تعمل حاجه. هي دي البوينت اللي دايما بتبقى عندي. بالظبط. انا اتبسطت وانا والله انا مش عارف احنا بقالنا قد ايه. لا بقالنا ساعه وشويه صح والله انا الموضوع عدى في ثواني. انت عارف النهارده اول حلقه يا لا وانا تعبت قوي. لا بس اتبسطت من الكنب. لا الكنب عجباني. لا الكنب عجباني، الكنب عجباني، لا بجد والله. لا انا مبسوط قوي النهارده بالحلقه، وفي نفس الوقت مبسوط بالدنيا دي كلها. ملهمون على الانتاج. شكرا جامد. تعبوا معانا. والله الموضوع بجد السيزون ده بالنسبه لي فارق قوي، والحلقه دي اتمنى ان يكون فيها يعني هي فيها نوليدج كتيره قوي. عارف ان هي ما تقعدش تاخد كورس، عارف بقى نمشيها ماركتنج ما تقعدش تاخد كورس واسمع الحلقه دي. لا والله العظيم، وحاولت على قد ما اقدر ادي فعلا
تيبس انا حسيت بيها، يعني حاجات يعني فعلا فادتني وقدرت من ان انا الفيديوز بتاعتي من 1000 و 2000 لمليون و2 مليون و3 مليون. فانا باكد لك ان انت لو مشيت على التيبس ديت ان شاء الله يعني 100% هتلاقي تطور جامد في المحتوى بتاعك. جامد قوي. انا اتبسطت بالحلقه، انا جامد اتبسطت والله، شفتك حبيبي والله متولي. تقدر دلوقتي تتفرج على الحلقه على اليوتيوب. يعني احنا بقالنا قد ايه؟ احنا بقالنا 8 شهور عايزين نروح لليوتيوب. فاحنا دلوقتي على اليوتيوب سبونسرد باي ملهمون. فانت دلوقتي تقدر تتفرج على اليوتيوب، تسمع على كل بلاتفورم ليه سماعه والله لا تسمع عليه. جامد. احنا خلاص كده جامد. انا احمد متولي، وانت كنت بتتفرج على ذا كرييتيف. تتفرج وبتسمع، تتفرج على البودكاست او ذا كرييتيف كاست. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.